1042 قبل الميلاد. حكم سيدنا داود المملكة لمدة 33 سنة، وبعد منه حكمها سيدنا سليمان 40 سنة، وبعد موته اتقسمت المملكة لمملكتين، وبقى موجود مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا. بعد التقسيم بدأ حكام المملكتين يحاربوا بعض، وفي سنة 722 قبل الميلاد احتل الملك الأشوري تجلات فلاسر إسرائيل الشمالية، وأخذ اليهود أسرى وبعتهم لنينوى عاصمة الدولة الأشورية. وبعدها بتدخل يهوذا 3 معارك ضد ملك بابل نبوخذ نصر الثاني، وانتهوا كلهم بهزيمة اليهود، وكان آخرهم سنة 538 قبل الميلاد، واللي فيها نبوخذ نصر هدم المملكة ونفى اليهود لبابل، حدث المعروف باسم السبي البابلي. ده هيجي كورش ملك الفرس ويحتل بابل ويرجع بنو إسرائيل للقدس تاني، وتمر سنين كتير حوالي 400 سنة. في الوقت ده كانت المنطقة تحت حكم الإغريق اللي هم خلفاء الإسكندر الأكبر، لكن بنو إسرائيل قدروا يأسسوا الدولة المكابية بقيادة سمعان